كريستيانو رونالدو حياته ما بدأتش سهلة خالص، وخرج من رحم المعاناة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. القصة بدأت مع جندي اسمه دينيس أفيرو في الجيش البرتغالي. كان ضمن الجنود اللي شاركوا في السيطرة على الثورة الأنجولية في إفريقيا في السبعينات. وقتها كانت أنجولا مستعمرة برتغالية. الجندي دينيس حياته اتغيرت 180 درجة بعد الحرب، وتأثر بيها جدا بسبب المشاهد المرعبة اللي شافها. زمايله بيموتوا من حواليه، ومشاهد قتل جيش بلدة في الشعب الأنجولي، وذكريات ما قدرش ينسى أي تفصيلة منها طول حياته. بعد ما رجع من الحرب دخل في حالة اكتئاب، وبعدها قرر يشرب الخمر يمكن تنسيه اللي حصل، فبقى مدمن بشكل مبالغ فيه للخمر، واللي ما خلتوش ينسى أي حاجة. وبعد فترة فلوسه خلصت، وهو أصلا كان عاطل. فضل يدور على أي حاجة تجيب له فلوس، فما لقاش حاجة ناقصة يبيعها غير تيشيرتات ابنه اللي كان مهووس بكرة القدم، وكانت أصلية وممضية من نجوم الكرة في وقتها. ولما ابنه عرف إنه باع كل تيشيرتاته اللي هو جمعها، جاله انهيار وصعبت عليه نفسه، لأنها كانت الحاجة الوحيدة اللي بتهون عليه الفقر والمستقبل اللي ملوش ملامح اللي هو عايشه مع أهله. قرر الولد يشغل نفسه بالحاجة الوحيدة اللي بتديله أمل، واللي كان بيقضي فيها أغلب يومه، وهي اللعب بالكورة مع أصحابه في الشارع. ومن كتر حبه ليها قدم للانضمام لنادي محلي صغير في بلدهم، وبالفعل اتقبل وهو عنده 6 سنين. حكت أمه عن بداياته وقالت كان بيعشق الكورة لدرجة إنه كان بيعيط لما الكورة تخرج، سواء من تسديدة منه أو من زميله من الفريق. هي دي حياة وبدايات اللاعب الأسطورة كريستيانو رونالدو، اللي بقى واحد من أغلى اللاعبين على وجه الأرض بعد انضمامه مؤخرا لنادي النصر السعودي، واللي كان بيعيش مع أخواته البنات في أوضة ضيقة، وأمه كانت بتشتغل عشان تقدر توفر لهم الأكل والعلاج. وما عداش وقت كبير على اللعب رونالدو في النادي المحلي، وبدأ يلفت انتباه الأندية اللي بدأت تتخانق عليه، واللي كان أهمهم في وقتها نادي ناسيونال ماديرا ونادي ماريتيمو. وبالفعل اختار رونالدو نادي ناسيونال ماديرا، والمفاجأة كانت إن المقابل اللي خده رونالدو ما كانش فلوس، كان كور وشوية تيشيرتات أصلية. وبعدها لمع نجم كريستيانو أكتر، ووقع مع نادي سبورتنج لشبونة، وكان المقابل 1500 جنيه استرليني، اللي هو بالمصري ما يعادل 54 ألف جنيه مصري. انت متخيل ان دي كانت قيمة التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟ وخلال فترة لعب كريستيانو لنادي لشبونة حصل اللي ما كانش حد متوقعه خالص. وقع كريستيانو رونالدو في الملعب وكان بياخد نفسه بصعوبة، وكانت الصدمة لما الأطباء قالوا لأمه إن عنده تسارع بدقات القلب، وإنه لازم يعتزل لأن في خطر على حياته لو بذل أي مجهود. وما كانش فيه غير حل واحد، إن هو يعمل عملية لدمج مسارات في القلب في مسار واحد، ولكن كان فيه خطورة على حياته لو العملية ما نجحتش. وشاء القدر إن العملية تنجح ويعود الأمل لكريستيانو وأمه من جديد. بعدها ليفربول اتفاوض معاه، لكن كريستيانو رونالدو وقع لفريق مانشستر يونايتد اللي كانت قيمة التعاقد معاه 12.5 مليون استرليني، بعد ما كان 1500 استرليني بس مع فريق سبورتنج لشبونة. فسبحان العاطي الوهاب، لبس كريستيانو التيشيرت رقم 7 اللي لبسه عمالقة كرة القدم زي ديفيد بيكهام وجوني بيري وجورج بيست وستيف كوبيل وريان روبسون وإريك كانتونا. وبدأ يلمع نجمه أكتر وأكتر، وانضم لريال مدريد ومن بعدها يوفنتوس، وعاد بعدها للريال، ومؤخرا انضم لنادي النصر السعودي اللي من المتوقع انه يختم فيه مسيرته الكروية. ودي قصة حياة وكفاح كريستيانو رونالدو اللي تستحق انها تكون فيلم سينمائي، لأن مسيرته كلها معاناة واجتهاد وطموح.